السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مع أم عبد الله أتهم أم عبد الله في البيت، والنهاردة هعمل لكم فرخة مشوية في الكيس الحراري من الآخر. ندخل على المقادير على طول. فرخة أي وزن انت حباه. معلقة كمون صغيرة، نص معلقة جنزبيل، نص معلقة قرفة، نص معلقة بابريكا، نص معلقة 7 بهارات، معلقة صغيرة ملح، بصلة صغيرة، 5 فصوص توم، 3 معالق كبار زيت، طماطمايه، عصير نص ليمونة كبيرة أو ليمونة صغيرة. ندخل على الطريقة على طول. أول حاجة عملتها قطعت الفرخة نصين من الظهر، وشلت الزفرة الموجودة في الوركين، لازم تتشال. بعد كده نحطها في مية النقع، وهي عبارة عن ليمونة بقشرها مع معلقة ملح، بضربهم في الخلاط وأصفيهم، بضيف عليهم معلقتين دقيق. بسيب الفرخة فيها من ربع ساعة لنص ساعة. بعد كده بشطفها كويس. بعد كده بنعمل تتبيلة الفرخ. نجيب الكبة أو الخلاط ونحط فيها التوم والبصل ونضربهم ضربتين. بعد كده نحط الطماطم ونضربها مرة تانية. بعد كده نحط على التتبيلة صوص الباربيكيو، وهو ده اللي هيديكي طعم حكاية الفرخة المشوية، والتوابل والزيت وعصير الليمون. بعد كده نقلبهم مع بعض لحد ما تتجانس كل المكونات مع بعض. بعد كده هنجيب الفرخة، وقبل ما نحط التتبيلة على الفرخة بنعمل فتحات صغيرة في الفرخة في الصدر والورك زي ما انتوا شايفين في الفيديو. بعد كده نحط عليها التتبيلة ونتأكد ان كل التتبيلة وصلت لكل الفرخة. بعد كده نحطها في طبق ونغطيها بستريتش او كيس بلاستيك، ونسيبها في التلاجة لمدة ساعة على الأقل، وممكن من بالليل لتاني يوم في التلاجة. ودي الفرخة بعد ما سبتها في التلاجة. نجيب كيس حراري ونحط فيه الفرخة، نحط عليها باقي التتبيلة ونقفل الكيس، ونحطها في صينية ونعمل فيها فتحات صغيرة. نعمل في الكيس الحراري فتحات علشان ما ينفجرش في الفرن، ونسيبها لمدة نص ساعة تقريبا على صاج الفرن أو على أرضية الفرن لحد ما تستوي. ده شكلها بعد ما استوت. ونزل منها صوص حكاية تقدر تستخدميه في عمل الرز البسمتي أو أي خضار. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة، فرخة مشوية حكاية من الآخر. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.